يبدو أن إيران في حرب أهلية، لأن من ساعات قليلة رئيس إيران استسلم علناً، وبعدها الجيش الإيراني بدأ يهاجم دبي. على طول بعد ما الرئيس اعتذر لجيران العرب عن الهجوم عليهم، الجيش قال إن الهجمات هتزيد أكتر. وكل ده بيحصل وبيبان إن الشعب الإيراني دلوقتي قلب على الحرس الثوري الإيراني. الإيرانيين بقوا يشاركوا علناً إحداثيات قواعد الحرس الثوري السرية اللي العساكر بيجهزوها عشان يتجنبوا ضربات أمريكا، والإيرانيين بينشروا المعلومات دي قدام الجيش الأمريكي عادي. الحرب الأهلية دي بتحصل جوه النظام نفسه، والنظام بدأ يفقد السيطرة على قواته، وكل ده بدأ بالتصريح ده من رئيس ترامب. مش هيبقى فيه اتفاق مع إيران غير لو استسلموا بدون شروط. بعد كده واختيار قادة عظماء ومقبولين هيشتغلوا من غير كلل عشان يرجعوا إيران من على حافة الدمار. إيران هيبقى ليها مستقبل عظيم، خلي إيران عظيمة تاني. التصريح ده بيوضح إن في نية لتغيير النظام حتى لو رسمياً مش هدف العملية الأمريكية. بس ده مش النقطة المهمة هنا. النقطة المهمة إن بعد التصريح بساعات قليلة رئيس إيران طلع بيان بنفسه وبان إنه كان بيستسلم. اسمع بنفسك. لازم أعتذر بالنيابة عن نفسي للدول المجاورة اللي إيران هاجمتها. اللي حصل إن قادتنا وزعيمنا فقدوا حياتهم بعد العدوان الهمجي، وقواتنا المسلحة الأبطال اللي بيضحوا بحياتهم عشان يدافعوا عن وحدة أراضينا ضربوا من غير أوامر لأنه قادتهم كانوا غايبين وعملوا كل اللي كان لازم يتعمل. ولما الأمر ما فضاش وقفوا الضرب وتمت العملية كلها. دافعوا عن وطننا بكل فخر وقوة. القرار اللي أخذناه في مجلس القيادة المؤقت امبارح تم تسليمه للقوات المسلحة. من دلوقتي المفروض ما يهاجموش الدول المجاورة ولا يطلقوا صواريخ عليهم إلا لو اتهاجمنا من الدول دي. لازم نحل الموضوع ده بالدبلوماسية. الرئيس اعتذر للدول العربية ووعد إنه مش هيكون فيه هجمات تانية على الدول المجاورة. هو كمان أكد حاجة إحنا بنتكلم عنها في القناة دي من زمان. في وحدات إيرانية بتشتغل كقوات خارجة عن السيطرة. هم في الأساس بيهاجموا دول مش المفروض يهاجموها، بيهاجموا دول من غير ما يكون في قرار سياسي بالهجوم عليهم. مثلا شفنا إيران هاجمت أذربيجان، وبعدها القيادة الإيرانية قالت إنهم مش هم اللي عملوا كده. يا أما أذربيجان كانت بتهاجم نفسها، أو بعدين قرروا يلوموا إسرائيل وبعدين قالوا إنها كانت حادثة. هم كانوا بيحاولوا يدوروا على أي حجة، لأن القيادة السياسية غالبا ما وافقتش على الهجوم. شفنا نفس الموضوع لما إيران هاجمت تركيا، وشفنا نفس الحاجة لما إيران هاجمت قبرص، وابتدوا يلوموا حزب الله. ودلوقتي الرئيس الإيراني أكد بشكل ما مين اللي بيعمل كل ده. يعني عارف، قادة متمردين اتقال لهم يختاروا أهدافهم بنفسهم، ما كانوش محتاجين موافقة من القادة اللي فوقيهم. لكن فوق كل ده الرئيس كمان أكد إن قرار وقف الهجمات جه من المجلس المؤقت، اللي هو المجموعة المكونة من 3 أشخاص اللي بتدير البلد من ساعة ما خامنئي اتقتل. كان بيشير إن الموضوع مش عليه لوحده، لكن كل القيادات العليا وافقوا على ده. دلوقتي ده كأن إيران بدأت تعقل. عارف، مش هيهاجموا بلاد ما هاجمتش إيران تاني. بس في الحقيقة الموضوع مش كده خالص. إيران مش ندمانة ولا حاجة، بالعكس، إيران خلاص ما بقاش عندها اختيارات. بص على الأرقام دي. تابع إطلاق الصواريخ الإيرانية أول أسبوع. في اليوم الأول أطلقوا تقريبا 350 صاروخ، في اليوم السابع أطلقوا 9 بس. بالمعدل ده حيوصلوا ل5 3 2 1 وبعدين 0. إيران بتخسر منصات الإطلاق أسرع ما تقدر تستخدمها. أمريكا وإسرائيل طبقوا اللي الجيمرز بيحبوا يسموه التخييم عند الباب. شايف الطيارات النفاثة واقفة في الجو مستنية منصات الإطلاق تظهر من الجبال أو تحت الأرض، وأول ما منصات الإطلاق دي تظهر في مكان مكشوف بيتم تدميرها أوقات في خلال دقايق. إيران ممكن تطلق صاروخ أو 2 قبل ما المنصة تتدمر، بس مش هيعرفوا يستخدموها تاني. وعشان كده إيران ندمانة على مهاجمتها لجيرانها. يا رب تكونوا فاهمين الواقع إيه. هم فعلا مش هيقدروا يهاجموا الجيران قريب،
فعشان كده بيحاولوا يبينوا إنهم طيبين. هنرحم كل الدول اللي حوالينا، بس واضح إن الولايات المتحدة مش مصدقة التغيير اللي إيران بتدعيه، لأن ده بيان الرئيس ترامب اللي أصدره بعد ما الرئيس الإيراني أعلن اعتذاره. شوف بنفسك. إيران اللي بتتعرض لضرب جامد اعتذرت واستسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط ووعدت إنها مش هتضرب عليهم تاني. الوعد ده اتعمل بس بسبب الهجمات المستمرة من أمريكا وإسرائيل. كانوا عايزين يسيطروا ويحكموا الشرق الأوسط. دي أول مرة إيران تخسر فيها من آلاف السنين قدام دول الشرق الأوسط اللي حواليها. قالوا شكرا يا رئيس ترامب. قلت لهم العفو. إيران ما بقتش المتسلط في الشرق الأوسط، هم دلوقتي بقوا الخسرانين في الشرق الأوسط، وهيبقوا كده لعقود طويلة لحد ما يستسلموا أو الأغلب ينهاروا تماما. النهاردة إيران هتتعرض لضربة قوية جدا. فيه مناطق ومجموعات ناس تحت دراسة جدية للتدمير الكامل والموت المؤكد، ودول ما كانوش أصلا في الحسبان للاستهداف لحد اللحظة دي. بالنسبة لي ده ما يبانش إن أمريكا بتقبل إيران المزيفة اللي الرئيس الإيراني بيحاول يروج لها، بالعكس ده باين عليه تحذير بتصعيد. وتخيل إيه؟ يبدو إن حتى الرئيس الإيراني نفسه مش قادر يسيطر على إيران، لأنه بعد ما نزل فيديو بيعتذر فيه لجيران إيران العرب، إيران هاجمت دبي والبحرين. صواريخ وطائرات مسيرة اتطلقت على البلدين، وواحدة من الطائرات دي فعلا ضربت مطار دبي الدولي. شوف بنفسك. دلوقتي رايحين على المطار على طول. يا ساتر، احنا فوق وعلى طول رايحين للطيارة. زي ما انتوا عارفين الفيديوهات دي، خصوصا المقطع اللي شفتوه، مش آمن يتعرض على يوتيوب عشان مش مناسب للإعلانات. دي حقيقة الحرب اللي القوات الأمريكية بتحاربها في الشرق الأوسط، وعشان كده بنحب نشارك الحاجات دي. فلو ممكن تاخدوا ثانية وتدعمونا شوية بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك تحت، ده فعلا بيفرق معانا. يلا نتكلم عن الانقسام اللي شايفينه في النظام. بس من ناحية الرئيس بيعتذر، لكن من ناحية تانية في حد فعلا بيهاجم الدول اللي الرئيس قال إن إيران مش هتهاجمها. ده معناه إن في فصيلين بيتكونوا جوه إيران، ودلوقتي احنا شايفين الخناقات بين الفصيلين دول بتطلع للعلن. بس على طول بعد ما الرئيس الإيراني اعتذر، مقر قيادة القوات الإيرانية أصدر بيان رسمي، والبيان قال إن احنا ما هاجمناش أي دول أجنبية. في الحقيقة احنا بنهاجم قواعد عسكرية أمريكية وإسرائيلية بس، ومصالح أمريكية وإسرائيلية، وده هيستمر مش هيوقف. دلوقتي دي كانت طريقة دبلوماسية لقول إن الرئيس الإيراني مش عارف هو بيقول إيه. ده عكس اللي قاله الرئيس حالا. زي ما شايف بعض مؤيدي الجيش ما كانوش بنفس الدبلوماسية، بس على الرسالة دي كان فيه مؤيد متطرف للنظام قال باختصار إن قوات الأمن لازم تلاقي الشخص اللي أقنع الرئيس يطلع الرسالة دي، اللي هي في الأساس رسالة اعتذر فيها لكل الدول دي وقتل الناس دول. هو بيطلب إن إدارة الرئاسة تتقتل لمجرد إن الرئيس اعتذر عن ضرب دول محايدة. دلوقتي ممكن تقولوا لي رأيكم في التعليقات، بس بالنسبة لي ده باين إن في نوع من الحرب الأهلية اللي بتحصل ورا الكواليس جوه إيران، خصوصا دلوقتي بعد ما بقاش في مرشد أعلى يقدر يوحد البلد. وإحنا شايفين الحرب الأهلية فعلا بتأثر على اختيار المرشد الأعلى الجاي. في جهات بتحاول تختار حد يكون ميال أكتر للحرس الثوري الإيراني، يعني متشدد أكتر. الطرف الثاني بيحاول يختار حد يكون زي ما تقول كده عنده علاقات أحسن مع الولايات المتحدة. طبعا كلمة علاقات أحسن ممكن مش هي الكلمة الصح، بس يعني يكون معتدل أكتر من المتشددين. أظن دي الطريقة الأحسن لوصف الموضوع. وببطء احنا شايفين الحرب الأهلية دي بتظهر للعلن. وتخيل إيه؟ واضح إن المتشددين هم اللي بيكسبوا، الجانب العسكري هو اللي بيكسب. السبب اللي بقول كده عشانه هو إنه بعد ساعات قليلة من ما الرئيس الإيراني أصدر بيان وقال فيه إنه آسف، رجع وتراجع عن البيان ده. نشر البيان الجديد على تويتر. الرسالة من الرئيس بتقول ببساطة إن إيران فعلا مش بتهاجم الدول العربية، هم بس بيستهدفوا القواعد الأمريكية والمنشآت الأمريكية، ودي أهداف عسكرية مشروعة. دلوقتي لو أنتم مركزين مع اللي بقوله من شوية، الكلام ده تقريبا نفس اللي الجيش قاله في بيانه كلمة بكلمة.
فباين كده يا إما الرئيس غير رأيه لو فاهمين قصدي، يا إما الجيش استولى على حسابه على تويتر وبيطلع بيانات باسمه. ودلوقتي دي حاجة أكيد هنتابعها كويس، الخلافات الداخلية اللي بتحصل جوه النظام الإيراني. في الوقت اللي إيران بتحارب نفسها، الجيش الأمريكي لسه بيدمر أهداف إيرانية بيستهدفها. القيادة المركزية لسه أعلنت أنهم ضربوا أكتر من 3000 هدف جوه إيران في أول 7 أيام من عملية الغضب الملحمي. السيطرة الجوية الأمريكية كاملة، لدرجة أن طائرات النقلة بقت بتزود الطيارات بالوقود فوق الخليج العربي، وجوه المجال الجوي الإيراني نفسه، وإيران حرفياً مش قادرة تعمل أي حاجة. خليني أوضح لك الحرب دي بشكل أبسط. أمريكا خسرت 75 طيارة في حرب الخليج و45 في غزو العراق، ودلوقتي خسروا بس 3 طيارات في أول 7 أيام من العملية دي. والمهم نوضح إن ال3 طيارات اللي اتخسروا دول كانوا بسبب نيران صديقة فوق أجواء الكويت. الجيش الإيراني لسه تقريبا ملوش تأثير في الموضوع، وده مش معناه إن الصواريخ الإيرانية مش بتضرب قواعد أمريكية في الشرق الأوسط. وطبعا إيران بتقوم بأعمال إرهابية وبتستهدف فنادق ومطارات في المنطقة. لكن لما نيجي للجيش الإيراني وهو بيدافع عن أرضه وأجواءه، هم في الأساس مش بيعملوا أي حاجة. في الحقيقة ده ملخص القيادة المركزية الرسمي للي حصل في 7 أيام. تم ضرب 3000 هدف زي ما اتكلمنا، و43 سفينة إيرانية دلوقتي في قاع المحيط. أمريكا استخدمت كل أنواع الحاجات، زي ال3 أنواع من القاذفات، B-52، B-1B، B-2، وأنواع مختلفة من الطيارات المقاتلة زي F-15، F-18، F-22، F-35. اقرأ عن الطيارات بدون طيار وطائرات التزود بالوقود اللي بنستخدمها، وكمان شوف الجزء اللي تحت فيه قدرات مش ممكن نذكرها هنا. وكمان الأهداف بتضم مراكز القيادة، المقرات الرئيسية، أنظمة الدفاع الجوي، وقاذفات الصواريخ البالستية. شدة العمليات الأمريكية خلال أول 7 أيام مولتش. في الحقيقة ممكن نقول إن الشدة بتزيد في الأيام اللي فاتت. ومن الناحية التانية إحنا شايفين إن إطلاقات إيران زي ما اتكلمنا قبل كده بتقل بشكل كبير. النظام الإيراني في أضعف موقف ليه من زمان، قدراتهم بقت ضعيفة جدا، البحرية اختفت، القواعد بتاعتهم بتتضرب كل يوم، وكل ما ينقلوا لمكان جديد بيتضربوا تاني. في الحقيقة احنا اتكلمنا امبارح ان القوات الإيرانية، قوات الحرس الثوري، سيطروا على استاد جوه طهران. تخيل ايه اللي حصل، الاستاد اتضرب هو كمان. المسؤولين في الحكومة بقوا خايفين لدرجة انهم بقوا مرعوبين يقابلوا بعض وش لوش بسبب الضربات اللي بنشوفها من سلاح الجو الإسرائيلي وشغل المخابرات الإسرائيلية. وفوق كل ده في خناقات واضحة بتحصل على كل المستويات عن ازاي يتصرفوا، من انتخاب المرشد الأعلى لحد إذا كانت إيران هتكمل في ردها ولا لأ. وأنا متأكد في قرارات تانية إحنا ما نعرفهاش ولسه بيتخانقوا عليها. ولا يزيد الطين بلة، إحنا دلوقتي شايفين أدلة إن في إيرانيين بقوا ضد قوات النظام وضد الحرس الثوري الإيراني. خلينا أوريك قصدي. الإيرانيين اللي قدروا يتصلوا بالإنترنت دلوقتي بيشاركوا إحداثيات GPS لأماكن اختباء الحرس الثوري الجديدة، وبيحاولوا يوصلوها للجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي. ده مش حادثة أو 2 معزولين، إحنا شايفين ده بيحصل بشكل واسع علشان يوضح إن جزء كبير من المجتمع الإيراني مش عايز الحرس الثوري يستخبى جواهم. إحنا شفنا صور وفيديوهات لجنود الحرس الثوري وهم بينصبوا معسكرات في الشوارع علشان خايفين يروحوا لمقر أو حتى يروحوا لمبنى إداري. ودلوقتي الشعب الإيراني بقى بيحدد الخيام دي أو أي مكان بيحاولوا يستخبوا فيه وبيكشفوه للناس، على أمل إن الجيش الأمريكي أو الجيش الإسرائيلي يشوفوا ده. وفي نفس الوقت اللي كل ده بيحصل فيه، إحنا شايفين وزارة الخارجية الإيرانية لسه مستمرة في نشر دعايتها. في موظفين من وزارة الخارجية الإيرانية بيظهروا في قنوات أجنبية يعملوا مقابلات وينشروا الخوف في الغرب. ده نائب وزير الخارجية الإيراني اللي طلع على التلفزيون الفرنسي عشان يحذر فرنسا والدول الأوروبية من التدخل في الحرب دي. اسمعوا كده. بعض الدول الأوروبية بتقدم مساعدات لوجستية للولايات المتحدة، هل ده بيخليهم أهداف مشروعة للأعمال العسكرية بتاعتكم؟ احنا بلغنا الأوروبيين وكل الناس قبل كده انهم لازم ياخدوا بالهم وما يتورطوش في الحرب العدوانية دي ضد إيران. لو ساعدوا، أنا مش بحاول أسمي أي دولة،
بس لو أي دولة شاركت في العدوان ضد إيران وانضمت لأمريكا وإسرائيل في العدوان ضد إيران، أكيد حيبقوا أهداف، حيبقوا كمان أهداف مشروعة لانتقام إيران. لو كنت دولة أوروبية هتابع أفعال إيران مش كلامها. أذربيجان اتهجمت رغم إنها ما شاركتش في الحرب، وكمان المملكة المتحدة ما كانتش مشاركة. قواعدهم بتتهجم في قبرص رغم إن قبرص وتركيا ما شاركوش، وكل الدول دي بتتهجم. لو الوضع ده كمل أنا واثق إن إيران هتهاجم أوروبا مش العكس. كمان هو بيتكلم عن نائب وزير الخارجية، وكمان بيتكلم عن المرشد الأعلى الجاي. وليه مش عايزين أمريكا تختار لهم المرشد الأعلى؟ اسمع كده. الرئيس ترامب اتسأل عن القيادة الجديدة في إيران وقال زي ما حصل في فنزويلا لما كان لي رأي في مين حيكون القائد الجاي، قال برضو أنا حيكون لي رأي في إيران. يعني باختصار هو بيوحي أنه يقدر يلاقي حد من جوا النظام يمكن يكون إصلاحي أكثر من المرشد الأعلى اللي اتقتل قريب، ويقدر يتعامل مع الولايات المتحدة، وده ممكن يكون حل. أنا شايفك بتبتسم. يعني الشؤون الداخلية لإيران تخص الإيرانيين. الإيرانيين ناضجين كفاية علشان يعرفوا ويختاروا ممثليهم، سواء في البرلمان أو حتى لو كانوا رؤساء، أو حتى لو كنا بنحاول نلاقي المرشد الأعلى الجاي. احنا مش محتاجين أي أجانب يقولوا لنا نعمل إيه أو ما نعملش إيه. ده يخص الإيرانيين، وفي النهاية هنشوف إن القائد الجديد هيتم انتخابه عن طريق المجلس المختص. وما دام الوضع زي النهاردة وكل حاجة ماشية بنظام، ليه إحنا تحت قصف مستمر؟ يعني القائد الجديد هيتعين وكل حاجة هتمشي في الاتجاه الطبيعي. وأخيرا بيتكلم عن إن إيران بتهاجم الإيرانيين في كردستان، يعني في غرب إيران. وليه إيران بتعمل كده؟ دلوقتي أنا متأكد إنكم سمعتوا تقارير ال CIA عن إن ال CIA بتشتغل مع القوات الكردية علشان يبدأوا تمرد في الجبهة الغربية، يعني علشان يفتحوا عملية برية ضد القوات الإيرانية. وعشان كده إيران بتهاجم القوات الكردية دي بشكل استباقي. اسمعوا وزير الخارجية بيقول إيه. وكمان انتوا بتضربوا. طيب عشان توصلوا لدول الخليج، بس في تقارير بتقول انه ايران كمان بتضرب جماعات كردية ايرانية جوا اقليم كردستان العراق. ليه بتعملوا كده؟ هل بسبب تقارير انهم ممكن يتفعلوا ويتسلحوا عن طريق ال CIA والموساد؟ هل انتم بتضربوا جوا العراق؟ في شائعات مختلفة عن ال CIA بتتعاون مع عناصر معادية للثورة في أماكن مختلفة. عشان كده احنا مش بنجازف. أي حد عايز يتسلل أو يعدي الحدود أو ينتهك سيادتنا وسلامة أراضينا أكيد بنرد عليه. ده اللي كل دولة بتعمله. بس انت كده بتضرب جوا العراق كنتيجة لكده. لو في ضرورة لحماية سيادتنا أكيد هنعمل كده.